الفاشية التركية بزعامة مهبة وأكبة وأمام أنظار العالم، وضاربا بعرض الحائط كل القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقيمه المادية والمعنوية، مستخدما كافة الأساليب القذرة في وجه تطلعات شعبنا نحو بناء وطن يعيش فيه الجميع بهويته وكرامته، حيث لم نجد في التاريخ نموذجا أقذر من هذا النظام الفاشي الذي بلغ به الأمر بأن يتطاول على مزارات الشهداء، كما فعلها سابقا في عدة مزارات في شمال كردستان وفي عفرين الجريحة. واليوم يعيد تلك الأساليب في سريكانية، وحيث يقوم بالتخريب الممنهج بحق الشهداء ومزاراتهم وتحويل المزارات إلى ثكنات عسكرية. هذه الممارسات تذكرنا بممارسات تنظيم داعش الإرهابي في مناطقنا بين عام 2014 و2015، وما قام به هذا التنظيم من تخريب وقتل وتهجير وقطع الرؤوس والتمثيل بالجثث. وهذا يثبت أنه لا فرق بين ذهنية داعش والدولة التركية الفاشية التي كانت تساند داعش بقوة، هي نفسها التي تمارس تلك الأساليب ضد إرادة شعبنا، لا للعدوان على مزارات الشهداء وتخريبها. مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة 24/8/2020. شهيدنا